الخير. دلوقتي الساعة 12:15. النهاردة 20/9 2025. أنا الصبح خلصت الدرس، كان عندي كورس صناعة المحتوى. هو فيديو على اليوتيوب عادي. Strategy, there is no cost per acquisition. In fact, there is a negative cost per acquisition. And in business, that is the holy grail. If you get فبقيت اليوم النهاردة هيتقسم ليه؟ هنتمرن، بعد ما نخلص تمرين هنبقى نشتغل شوية. هنشتغل في كذا شغل النهاردة هنعمله، لأن الشغل اتغير شوية، فكل ده هقوله قدام. فالشغل اتغير بس دلوقتي والباقي من اليوم بقى هنحاول نخلص فيه أي حاجة تانية ورايا أقرا. يعني أنا الكتاب ده نفسي أقراه، يعني بصراحة كل ما أحاول ألتزم بيه ما أعرفش، بكسل أقراه دايما. بس دلوقتي هنبدأ، بس نخلص حاجة ونرجع نبدأ اليوم بقى من بجد بقى. يلا بينا. فدلوقتي بعد ما روحت وحضرت كام فيديو كده، شفت كام فيديو على اليوتيوب. في اللي كان بيتكلم عن اللي هي سوفت سكيلز دي، شفت كام فيديو ليها، وكان واحد بيتكلم عن المحتوى والتسويق، فحضرت الاتنين دول، حضرت كام فيديو دول. ودلوقتي بقى جه وقت الشغل، بقى فاضلي شغل وتمرين واني اقرا الكتاب ده. خلاص انا ابتديت، قررت افتح ماركتنج ايجنسي، بس اكتشفت ان هي محتاجه فلوس ومحتاجه فريق كبير قوي، فكان انا في البدايه افتحها مش هعرف. بعد كده قلت طب افتح شركه تصميم، كانت برضه نفس المشكله فيها، افتح قناه يوتيوب واكسب منها فلوس. لكن مشكلتي انا مبحبش الايديت، وان مش فلوسها مش زي ما انت متخيل. ممكن تبقى فلوسها حلوه ماشي، لكن محتاج فتره ما اقدر اكسب منها فلوس، وان انا وحش قوي في الايديت، ما بحبش الايديت اصلا. فمش عارف اتصرف ان انا ابني لرجال الاعمال وصناع المحتوى بيرسونال براندنج قوي، يعلمهم ازاي يكسبوا منه فلوس، ان هو يحولوا البيرسونال براند والمتابعين اللي عندهم لفلوس. لكن اكتشفت ان هي برضو فيها مشكله، عندنا مشكله ان انا محتاج اكون فريق كبير قوي، وفكره ان انا لسه ما عنديش الخبره الكافيه في البيرسونال براندنج. يعني لازم يكون عندي انا بيرسونال براند قوي. ففي الاخر رسيت ان انا اعمل سيستمز، اعمل نظام يعرف الشركات تدير منه شغلها. فانا نوشن، صفحه على نوشن يعرفوا منها يديروا كل حاجه متعلقه بالبيزنس بتاعهم. يعني في مجال الشركات قررت اركز على براندات الهدوم، كوتشيات، براندات، الناس اللي عندها براند، بان انا ابيع لهم نوشن بصفحه على نوشن او تمبلت على نوشن فيها كل حاجه هم محتاجينها، مكان يعرفوا يديروا منهم كل شغلهم، من مثلا يعرفوا يديروا منهم كل المصروفات، كل فلوسهم، يعرفوا يديروا منهم الفريق العمل اللي معاهم، الفريق بتاعهم، والموارد والخامات والتوصيل والعملاء، كل ده في نوشن، بان انا ابيع لهم السيستم ده. فزي ما تقول كده سيستم او مكان يعرفوا يديروا منهم شغلهم. فانا ازاي هبيع لهم بقى الكلام ده؟ فانا دلوقتي الوضع ده انا بنشئ البتاع ده بقى، لسه ببني السيستم على نوشن. يعني انا خلصت يعتبر نص السيستم، فاضل نص الباقي عاملين النهارده، وابتدي اسوق له. طب انا هسوق له ازاي؟ انا قررت اسوق له بطريقه مختلفه شويه. ليه؟ ان انا ابعت كل براندات، بس ان انا اوازن نفسي، ان انا كل يوم افضل نفسي ساعه كل يوم ابعت مثلا ل50 براند كل يوم. اللي يجي اللي يطلب هيطلب. انا بالنسبه لي ده في الفتره اللي انا فيها دي احسن من المحتوى، بان انا اعمل ريلز وكونتنت على السوشيال ميديا، لان انا ما عنديش اول حاجه ما عنديش المعدات الكافيه ان انا انشئ محتوى السوشيال ميديا، ما بعرفش اعمل اديتنج. فكل الحاجات دي هتخليني اقدم محتوى وحش. طب ليه؟ طب انا في فكره احسن ان انا ابعتهم، انا اخصص كل يوم لنفسي ساعه ابعت فيها 50 براند، اعرض لهم نفس المحتوى. حد بقى من 50 ده رد فهيشتري مني، تمام. 2 ردوا، تمام. وان انا طب ما ردوش، بكره ابعت ل50 تانيين، 50 واحد مختلفين تمام، وهكذا. انا افضل ابعت كل يوم ل50 واحد لغايه ما
كل يوم واحد من ال50 ده يرد عليا يطلب مني، يوافق ان هو يشتري مني بتاع. لا هعيش عليه طول عمري، لا انا مقسم الرحله دي لكذا جزء. فالمحطه الاولى اللي انا فيها دلوقتي، المحطه اللي انا فيها دي هدفها ان انا اكسب فلوس، اي فلوس، اكسب فلوس. مش هدفي دلوقتي ان انا ابني بيزنس، ما حصلش قدام، عشان البيزنس والحاجات دي محتاجه راس مال كبير. لكن انا هدفي دلوقتي ان انا اكسب اي فلوس، من الفلوس دي بقى احطها في اي بيزنس، افتح بقى البيزنس اللي انا عايزه زي ما بيقولوا كده. فانا زي ما قلت لك دلوقتي هدفي اعرف بقى 50,000 لغايه ما اوصل لفتره ان انا مثلا بعت مثلا 20 واحد. في ال 20 واحد دول كسبت مثلا منهم رقم معين. فهل الرقم ده كفايه ان انا ابدا بيه بيزنس؟ تمام، تمام، خلاص يبقى اوقف وابدا بقى البيزنس اللي انا عايز افتحه في دماغي. افتح بقى بيزنس محتاج كبير بقى، يبقى هو ده كل تركيزي عليه بقى بجد، اللي هو هعيش بيه، هو زي ما بيقولوا الكارير بتاعي يعني، هو ده البيزنس الاساسي بتاعي. لكن ده استحاله يكون بيزنس اساسي لواحد، ده حاجه تدخلك فلوس بسرعه، تاخد الفلوس دي تستخدمها في اي بيزنس تاني. بس ده كده اللي هنعمله، فده كده كل الخطه شغال بيها. فدلوقتي نعمل ايه؟ دلوقتي ببني السيستم. فانا مقسم في البراند بص جوه نوشن مقسمه لكذا صفحه، جوه براند مقسمه لكذا صفحه، مثلا اوبريشن، ماني، ماركتنج، كونتنت، وهكذا. ست حاجات اخلصهم في نوشن وابتدي ابيع على طول. فالنهارده خلصت الست حاجات دول. وانا مخلصها ازاي؟ بصراحه عن طريق الاي اي طبعا. يعني انا بروح شات جي بي تي بقول له ان انا فاهم شات جي بي تي ان انا بعمل براند، بعمل صفحه على نوشن ببيعها للبراندات وكده، فبتتقسم لكذا وكذا وكذا. فمثلا جزء من الماركتنج قول لي اعمله ازاي، قول لي يبقى محتوي على ايه، واكتب لي يحتوي على ايه. فانا باخد الاي اي، فانا باخده بيقول له ايه وببعته على نوشن، وبظبط بس تعديلات واضيف لو في حاجه الاي اي نسيها مثلا او ما قالهاش ناقصه انا مزودها بس. فالموضوع يخلص في ساعه مثلا، كده اقل كمان، بحيث ان انا ظبطت كل حاجه في خلال ساعه. من بكره بقى نبدا نبيع خلصت الموضوع، ما خدش في اقل من ساعه بجد، كنت خلصت كده كل حاجه. وبكده نوشن كله خلص، يعني كده المنتج خلص. من بكره بقى فاضل لي بس ان انا يعني ابني زي PDF كده بيشرح فيه كل حاجه جواه عشان ابعتها للبراندات تفهم كل حاجه وبس. وابتدي من بكره بقى ابتدي ابيعه بس كده خلاص. فده كده الشغل بتاع النهارده خلاص كده. فاضل لي بس النهارده امنتج الفيديو اللي بصوره ده وانزله على القناه نقرا، وبعد كده خلصت اليوم ده. والتمرين ده الجيم، هو مش جيم، انا هتمرن في البيت النهارده. وانا كده ايه خلصت الكتاب ده. مثلا مثلا اقرا مثلا 3 صفحات، مثلا 4 5 صفحات النهارده. احنا الفترة الجاية اخلصه. ف بس كده يبقى اليوم خلص. فاضل بس التمرين خلاص، فاضل اليوم وبس. ف ف ما تنساش تعيش حياتك. سلام.